بعد ما تعرفنا على الطرف الأول في نهائي كأس إفريقيا للناشئين. السنغال أشبال التيرانغا أول من وصل إلى المباراة النهائية. كل التوفيق لأشبال الأطلس في هذا المحطة الجديدة نصف النهائي. أمامكم التشكيل هنا في ملعب محمد حملاوي واختيارات سعيد شيبة بداية بطه بن غوزيل في حراسة المرمى، معاذ بوغيزان 15، فؤاد الزواني 3، حميد سانوكو على الطرف الايسر. اخرج ممتاز يا طه بن غوزيل. طه بن غوزيل سيرة منتخب الخيول. هذه العرضية تدخل ممتاز. فؤاد معاذ ميمورشي معاذ برافو تغطية معاذ. يجب المغربي الدقائق الأولى لازم فيها التركيز، حتى الآن مركزين تماما. بالتالي ضربة حرة للماليين. هذه العرضية بعيدة تماما إلى ضربة مرمى لفائدة طه بن غوزيل. تشيليا تييرو في العمق. كوتون طلع يا حمزة يا كوتون. لازالت مالية فيها خطورة. الإعادة مجددا الكرة الماضية والتدخل هنا من عبد الحميد أيت بودلال. هنا لما جاءت الكرة في الوجه مباشرة اللاعب باري نعم باري حموني يرفع كرة وبالراس. هذه خطيرة ممكن وفيها الركنية. التدخل الماضي هل فيها كلام؟ هل فيها نقاش؟ هل فيها فار يا قاسم يا عبد السلام؟ كان في تدخل في الكرة الماضية. سنشاهد الإعادة مجددا. إذا ركنية، ولكن قبل الركنية للكرة الماضية هنا التدخل من حارس المرمى. التدخل كان واضح من حارس المرمى في حق اللاعب عبد الحميد أيت بودلال. الحكام أشار إلى الركنية. ما يهمنا في نهاية الأمر سلامة عبد الحميد أيت بودلال، لاعب مهم جدا، ركيزة أساسية في محور دفاع المنتخب المغربي. هنا التدخل الحموني يرفع كرة والركنية من جديد. الركنية الثانية لفائدة المنتخب المغربي. كوني يبعد بهذه الركنية مجددا. هذه الإعادة مهم جدا يا شباب، استغلال الكرات الثابتة، لأن عندنا لاعبين طوال القامة. عندنا وزان وعندنا عبد الحميد أيت بودلال. حموني يرفع كرة حموني وبالراس والراسية بعد ذلك مرت جانبا. هذه أخطر كرة. محمد أمين كتيبة يتمركز على القائم الأول، سدد في الزاوية في القائم الثاني. شوف الإعادة، الارتقاء، حاول أن يوضع بعيد على حارس المرمى. كوني في النهاية خرجت إلى ضربة مرمى. بدأ المنتخب المغربي يتقدم يا سعيد. بدأ المرمى أمامية. حذاري من التسديد وفيها خطأ. المضايقة كانت موجودة من كتيبة وبالتالي وقع الاحتكاك، وبالتالي الحكم يعلن عن ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي. أنا حذرت من هذا اللاعب رقم 6 كوني لاعب وسط ميدان مميز. هنا كتيبة تيا يسدد طه. الكرة ضربت في العارضة بعد ذلك وخرج مرمى. هذه الإعادة مجددا. التسديدة الماضية أخطر كرة في هذه الجولة الأولى. لاعب تيا اللي سددها، ضربت في العارضة وخرجت بعد ذلك مباشرة إلى ضربة مرمى. لقطة صعبة جدا، رغم ذلك حاول فيها طه بن غوزيل. ارتقى طه بن غوزيل، طار طه بن غوزيل في النهاية تقدم يمرر. هذه صعبة طه بن غوزيل. برافو طه بن غوزيل. برافو طه. عالية ترفع هذه الكرة بالراس، مرت جانبية. الكرة مرت جانبية. هذه المباراة تذكرني بلقاء نيجيريا. سانوغو يمرر بعد ذلك بعيدة تماما عن مرمى الحارس طه. الحكم مشغول من بختي ومن عبد الحميد أيت بودلال. الكرة هذه الإعادة مجددا. الكرة الماضية تدخل كان سليم في اللقطة المقصة الأبدية. الضربة الحرة عن طريق محمد حموني خطيرة، والكرة تمشي مباشرة إلى الركنية ولا زلنا في الوقت المحتسب بدل ضايع. إذا حم لتنفيذ الركنية. يطلق الإشارة، مرفوعة الكرة بالراس خطيرة والهدف يضيع. الهدف كان قريب للمنتخب المغربي عن طريق عبد الحميد أيت بودلال فيها ركنية مجددا. يضغط بيثا. هذه الإعادة مجددا. يلمسها المدافع. حموني يرفع حموني
والحارس بعد ذلك يتابع هذه الكرة. من الماريني انطلاق المراوغة فيها خطأ. الخطأ يرتكب. بعض الكرات المغربية لم تكن حاضر فيها في الموعد، خاصة لحظة الإعلان عن ضربة جزاء لم تعلن عنها لفائدة المنتخب المغربي. على تنفيذ ديارة مرت بسلام. ديارة تظهر من خلال الكرات الثابتة. هذه الإعادة مجددا لمسة العارضة وخرجت بعد ذلك نفس سيناريو الشوط الأول. الضربات الحرة يكون فيها خطير المنتخب المالي كهاته. نعم كرة اللاعب ديارة لازم يسترجعها. ما يسددش بن غوزيل برافو. بن غوزيل باكتشاف البطولة صراحة. بن غوزيل هذه الإعادة مرة أخرى. ممتاز يا طه، ممتاز يا طه. شوف هنا كيف يطير طه ويتصدى لهذه الكرة لأنه ليس من آخر يضربها بالبوكس يبعدها باليد واحدة، لكن في النهاية شوف الثقة اللي عند طه بن غوزيل كيف أنه مسك الكرة بيديه. تغاضى عن ضربة جزاء واضحة في شوط المباراة الأول. شوف تهور واضح. ان شاء الله جايه مرفوعه الكره. هنا المتابعه الراسيه والمتابعه بالقدم العارضه تحرمنا من هدف. ان شاء الله جاء حمزه. لا زالت صعبه مره. هذه الاعاده الكره الماضيه لمسه بالرجل من ادم الشاكير كاد يسجل الهدف الاول. شوف هنا مع تقدم حارس المرمى كوني الشاكير يلمسها يرفع بفنيات عاليه جدا، ولكن يلعب لي كاوسو رد اللاعب فؤاد الزواني. هذه الاعاده يعني هنا مرت سليمه لانه ممكن الحكم كان ممكن يصفر خص. هنا لمحمد رضوان العرضيه مرة جانبا. الكرة تمر جانبية مشاهدينا الكرام. عبد رضوان استلمها ورضوان رفعها. خطأ من حارس المرمى لم يستغل من عبد الحميد المعلي. هذه الإعادة مجددا الوقت الأصلي. هذه الكرة الطولية يتقدم يسجل الهدف الأول للمورا. هذه الإعادة مجددا تيا حطها في الشباك. الحارس اختار الجهة. رضوان يتقدم. يسجل بطريقة رائعة جدا. طريقة مميزة تلعب كرة بهذا الشكل تقريبا في سقف المرمى. كانت مستحيلة على حارسية. طه عندك يا طه. مشاهدينا الكرام هذه الإعادة. شوف طه شوية وكان ممكن يصدها. عبد الحميد يضيع. هدفين مقابل هدف واحد. هذه الإعادة مجددا. هذه الإعادة مرة أخرى. كوني يتقدم يسجل. بختي يتقدم. بختي يضيع. صعبة الأمور الآن. فدي ركلة الترجيح. بختي والحارس يتصدى بهذه الكيفية. الركلة الرابعة يصدى طه بن غوزيل. برافو. يصدى حموني يتقدم. حموني يسجل. نعم تليرا تلعب هذه الركلة. طه بن غوزيل برافو في هذه اللحظات المنتخب المغربي. هذه الإعادة مرة أخرى. طه بن غوزيل يعيد المغرب للمباراة مرة. بودلان يسجل وتتعادل الأمور. الآن يتواصل هذا المسلسل المثير. جدا. دومبيا يتقدم. يسجل. يتقدم كتيبة يسجل في هذه اللحظة. سانوغو ويسجل سانوغو. هنا تحرك قدم المتوكل يسجل. برافو المتوكل. وقف الحارس، ثبت الحارس في مكانه. شوف الاشارات بن غوزيل. برافو بن غوزيل. يا سلام عليك بطل. اشاراتي فؤاد
يا فؤاد يا فؤاد برافو. كتيبة يتقدم، كتيبة يسجل، كتيبة يسجل في هذه اللحظة. سانوغو طه، سانوغو ويسجل سانوغو، سجل سانوغو. هنا تحرك قدم المتوكل، متوكل يسجل. برافو برافو المتوكل، وقف الحارس، ثبت الحارس في مكانه. شوف الإشارة تأتي بالغوزيل وبرافو. برافو 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 بن غوزيل، برافو بن غوزيل، يا سلام عليك بطل. إشارة تأتي، فؤاد فؤاد فؤاد، يا فؤاد يا فؤاد برافو.